ده مش حمام كداب، ده حاجة تانية خالص وحشوة تانية خالص. شايفين يا جماعة؟ حاجة كده من كوكب تاني. كوردون بلو بس بأوراق الدجاج، شكله زي الحمام الكداب بس لازم يتقطع بقى عشان يبقى كوردون بلو. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. عندنا هنا الجبنة، جبنة شيدر اللي هي المكعبات المربعات دي، وعندي اللانشون، وعندي جبنة موتزاريلا. جبنة موتزاريلا طبعا طبيعي، واللانشون أنا عاملاه في البيت، والجبنه الشيدر بس اللي جايباها من السوبر ماركت، يعني مش جايبين حاجه كتير من بره. تمام، اهم حاجه تكون حاجات مضمونه، ما تكونش اي حاجه كده وخلاص. تمام. عندي بقى هنا الاوراق طبعا دي بتيجي مخليه كده من عند الراجل، وبتبتدي تفتحي الحتت التخينه اللي فيها دي علشان ما تبقاش مكلكعه كده. يا اما بتدوقيها بالمدق الخشب ده، وتفردي اللحم بتاعها. هتحطي بقى واحدة من الجبنة الشيدر، عليها اللانشون، عليها الجبنة الموتزاريلا. تمام. هنلف بقى رول كده بالشكل ده، وهبدأ ان انا اسد بالخلة الخشب الجلد، يعني احط الجلد فوق بعضه كده واسد. مش هحتاج ان انا الف بستريتش رول ولا حاجة، لاني مش هعمله في البقسماط ولا هقليه، انا هحطه في الصينية. تمام. وهنعمله كده بالشكل ده. وصلي بقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليكي معايا للآخر وشوفي الحاجة اللي هتشرفك قدام الناس أو قدام ولادك. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. سدنا كده من الجناب ومن الأحرف. تمام، شبه الحمامة، شبه الحمامة الكدابة اللي محشي رز بالظبط. تمام. هنعمل واحدة كمان، حطينا الجبنة الشيدر، حطينا اللانشون، حطينا الجبنة الموتزاريلا، لفينا كده بالشكل ده. وهبدأ ان انا اقفل كويس قوي بالشكل ده. تمام. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. طول ما احنا بنعمل الاكل لساننا شغال بذكر الله، البيت يتملي بركة. بسم الله ما شاء الله. تمام. جبنا بقى صينية كده، حطينا فيها شرايح من البصل، معلقة سهماء، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من العشر بهارات أو السبع بهارات لو متوفر عندك. هقلبهم بقى بالشكل ده، هفركهم في البصلة. هبدأ أرص عليها الحمام اللي مش كداب وبدأنا إن احنا هنحطه، هنغطيه بورق فويل وهنحطه في الفرن ونسيبه على الرف الأوسط يستوي، يعني قدامنا كده ساعة. تمام. هبدأ بقى أحضر الدهان بتاع الوجه، معلقة من صوص الباربيكيو، معلقة من الكاتشب، معلقة من السمنة أو الزيت، وشوية كده رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح. وهبدأ إن أنا أدهن الوجه كده بعد ما شلنا الورق الفويل وحسيت إن هي استوت نص سوا. هبدأ إن أنا أدهن الوجه بالشكل ده. أحطها بقى تحت الشواية أو أحطها في الرف الأوسط، هتطلع معايا بالشكل الجميل ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طبعا احنا هنقطعها دلوقتي، هنستنى تهدى شوية. هشيل بقى الخلة الخشب دي، ملهاش لازمة خلاص، أدت الدور اللي عليها وزيادة. هقطع بقى شرايح بالشكل ده، وشوفي بقى الجمال والروعة. بسم الله ما شاء الله. حطيها بقى على مكرونة، حطيها على رز في السرفيز. بسم الله ما شاء الله، شكلها تحفة. وطعمها ايه بقى؟ طعم متداخل بين اللانشون وبين الجبنه الموتزاريلا والجبنه الشيدر كده، وطعم الاوراق نفسها، لحم الاوراق، يعني حاجه كده كذا طعم كده داخل في بعضه. بسم الله ما شاء الله، تحفه. اعمليها وهتشرفك قدام الناس، وما تنسيناش من دعائكم، ويعني لو عجبكم الفيديو لايك وشير. بحبكم في الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده من الاخر ولا اروع. شايفين؟ واللحم دايب وتمام التمام. بالهنا والشفا ليكم.